بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن وصفة تسمين الغنم في 30 يوم بناء عن تجربة قدماء المربيين المصريين. الوصفة دي إن شاء الله عبارة عن إضافة حبوب الشعير في المية لمدة 12 ساعة زائد حبوب الحلبة الجافة، وبعد ما يخمر يقدم للأغنام. وفائدة الشعير المخمر كبيرة جدا للمربي الذي يعاني من الهزال الشديد والضعف العام لدى الأغنام بتاعته داخل مزرعته، وهي دي الوصفة المناسبة للمشاكل السابقة. ووضع الشعير في الماء بيساعد الأغنام على هضمه والاستفادة منه بنسبة 100%. وكمان المربي اللي عايز يوفر في التكلفة، بدل ما تدي لكل راس كيلو شعير حبوب جافة، في حالة تخميره ووضعه في المية هتدي منه نص كيلو فقط لا غير لكل خروف أو نعجة داخل المزرعة عندك. والطريقة دي تمشي مع التسمين والأنية، يعني حضرتك لو بتسمن غنم هتمشي معاك، ولو بتربي غنم أمهات وبتنتج منها مواليد برضك هتمشي معاك. والشعير المبلل بيساعد الأغنام على قلة الإصابة بالأمراض وعلى هضمه بالكامل خاصة لصغار الأغنام، فبالتالي نلاحظ زيادة في وزن الأغنام في خلال شهر، وده عن خبرة وشهادة المربيين أهل التجربة. يعني كل كيلو شعير جاف هنضيف عليه 100 جرام حلبة جافة زائد لتر من المية، وطبعا ده على حسب الكمية اللي حضرتك هتعملها للقطيع بتاعك داخل مزرعتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيبها هي مفروده. بدل ما هي مفروده خلاص. ايوه بدل ما هي مفروده خلاص.